كنا متصورين ان الدنيا هتتغير شويه. يعني الكلام اللي خاص بالسيد رئيس الوزراء اللي قريناه على مواقع التواصل الاجتماعي، وده الساده الوزراء الجدد بيحلفوا اليمين مع السيد الرئيس ومع السيد رئيس الوزراء. هتجيبوهم ولا ايه؟ ولا دي صوره كده داعمه، صوره داعمه كويس. فالسيد رئيس الوزراء قال ان احنا بنجدد الدماء وبنجيب ناس افضل. الحقيقه التاريخ او السجل او بيسموه دلوقتي السي في بتاع الساده الوزراء معظمهم ناس كويسين جدا الحقيقه. يعني وزير الثقافه راجل كويس جدا، هنجي لهم دلوقتي بالتفصيل واحد واحد ان شاء الله. بس كنا نامل يعني بس كده، ما كناش اي حاجه خالص، ان نفهم يعني ليه الحكايه دي، وليه وزير يعني مهم جدا يخش مع مجموعه وزارات مهمه جدا برضو كل حاجه، لكن طبعا وزير الداخليه من الوزارات السياديه الكبيره. ليه اتشال النهارده؟ يعني ما فهمناش. هنعمل تحليلات بقى ونتكلم، وسابونا للتحليلات. ناس تقول مثلا عشان قاعه المؤتمرات امبارح حصل فيها مشكله كبيره جدا مثلا. طب ما كان في مشاكل قبل كده افظع. طيب وزير السياحه اتشال عشان حكايه الصوره اللي في الهرم، زي ما مش عارفين صحتها ولا لا. وزير الاثار الجديد قال ان هي فعلا الصوره صحيحه. الست اللي جت اتصورت صوره مش ولا بد عند الهرم. هل دي مسؤوليه وزير السياحه؟ هل وزير السياحه اتشال عشان كده؟ هل احنا ما عندناش مشكله، بس يعني كنا نحب ان احنا نفهم الوزاره بتتشال ليه، وبنختار الوزراء على اساس ايه؟ على اساس السي في ده كويس مع مفهوم، انما يعني كنا نحب ان الحكايه تبقى يعني فيها تفاصيل اكتر، يعني تفاصيل اكتر